سؤال بسيط، هل هذا يعتبر من توب 3 افضل ملعب في العالم؟ لاني انا قاعد اشوف تحفة عظيمة جدا ما شاء الله تبارك الله. اي والله الحماس الف، والله الحماس الف. انا شفت شوف هذم استعدادات الحفل تو سيبدا الان، متبقي له 3 دقائق يبدا الحفل. شوف الاستعدادات، الحماس الف الكاس افريقيا هذه، والله الحماس الف. افتتاح عظيم، افتتاح تاريخي يا المغرب، جميل. الموروكو، وش هذا الافتتاح الحلو، وشنو هذا الابهار، يا سلام عليكم. ان شاء الله بطولة ناجحة فنيا وتنظيميا وابهارا للكل باذن الله، بالتوفيق. المغرب اعتادت على أن تبهر العالم بما تقدم لنا، ها هم الآن يقدمون لنا افتتاحا لكأس أفريقيا مختلفا بتنظيم عالي بروعة في هذه التحفة الفنية، وهذا الملعب الذي تم إنشاؤه فقط في 15 شهر. هل تتخيل كل هذه الروعة الذي يقدمونها هناك في المغرب؟ هذه التحفة أكثر من 29 فنان تواجد في هذا الحفل وقدموا لنا هذه اللوحة الرائعة في المغرب. هذا الحفل الذي تتمنى بأن تكون جزءا منه وبأن تكون متواجدا لتغطية هذا الحفل لما تشاهده من جمالية في هذا الملعب. وفصلت الكثبان فين الزمان كيمشي بالحفيان. والله كما قال رؤوف خليف، شيء كبير يا عمري، والله شيء كبير يا المغرب. هنا المغرب، هنا افريقيا، مرحبا بكم في القارة الكبيرة، القارة العظيمة. المغرب ما يقدر يستضيف كاس افريقيا. يقول لك المغرب ما يقدر يستضيف كاس افريقيا. الله يعينكم ويشفيكم من المرض اللي انتم فيه. متع عيونك، متع عيونك وشوف يا حبيبي. مبروك للمغرب، مبروك هذا الانجاز، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صراحة افتتاح ولا في الاحلام، افتتاح خيالي، افتتاح تقول كتتفرج في كأس العالم ماشي كأس افريقيا. والله المغرب ما شاء الله، مسارات، حضارات. يحكون على قطر جات المغرب كسرت على قطر خليتها لتالي. حتى الالوان المجسده ما شاء الله بالجولية. واش داك القجا تحط لهم الخريطه، واش داك تحطها ليهم في الافتتاح، غيباتوا يتركلوا علينا. والزليج المغربي كل عامر في الملعب، الله يا ربي الله. وتركت ايت هكا وتركت ايت لابا والعالم الاخر. شفتوا الخريطه، شفتوها كامله في الكاف محطوطه. تم تكرموا بلاصتكم، بارك الله والصلاة على النبي. كما قال ديدين انكومبارابل، انتم في حضرة افضل افتتاح كاس افريقيا من نهار بدات كرة القدم الافريقية، من افضل الافتتاحات اللي شفتها. رسم كاس افريقيا واعلام كل الدول المشاركه في كاس افريقيا 2025 في المغرب، واللي قدامك دي لقطات من حفل الافتتاح اللي كان فيه فاير وورك شكلها حلوه جدا كمان، والاضواء اللي كانت في المدرجات مع الجمهور شكلها عظيم، نفس الشكل اللي كان متواجد تقريبا في كاس العرب. الاساور اللي بتنور في المدرجات كانت مديها شكل حلو. بالنسبه لي بصراحه احلى حاجه حصلت في افتتاح افريقيا هو مجسم كاس اللي موجود.
حفل افتتاح تاريخي لكاس افريقيا في المغرب، فصراحة كل ابونا توقعنا نجاح المغرب، كل ابونا، وصراحة الاحتفالات والمراسم وكل شيء صار وفوقها المطر، والله العظيم ان اجمل احتفال، اجمل احتفال، افتتاحية ولا اجمل، وان شاء الله تنجح المغرب وخصوصا الملعب اللي موجود، فصراحة الافتتاح خيالي. احسن افتتاح في العالم، احسن افتتاح في التاريخ ديال كاس افريقيا هو هذا، سيرتو بالزليج المغربي، ضد فهادوك الناس اللي كيشكوك في التمغربي ديالك. الافتتاح عالمي بكل المقاييس، افتتاح بالمناسبه اللي بغى يقلدنا غيطيح له ديجونكتور حيت كثرت الضواو. افتتاح خلى الدوله اللي غادا تستضيف كاس العالم في 2026 اللي هي الولايات المتحده الامريكيه تقول لك باغا ندير معكم تبادل الخبرات. الحقيقة تنظيم رائع، تنظيم رائع وحسن جدا، حسن جدا، حسن جدا التنظيم المغربي، وعلى رأسهم القجع اللي دار هاد التنظيم العالمي الخطير، وسيرتو فجبتو فنانين مغاربة في الافتتاح، زدتو كملتو درتو لينا الخريطة المغربية والواعرة كاع واللي كانت مقصودة، الخو مقصودة انكم درتو افتتاح بالزليج المغربي. لا المراركة انا نحبكم وانتم تحبوني، انا نحبكم عند ربي وانتم تحبوني، بصح ماشي ديروا الافتتاح في الارينا وتقول لي درنا في مولاي عبد الله، ما تكذبوش، الكذبة حرام. الله يبارك الافتتاح خوتي، الله يبارك. انا حسباني يلعبوا في الارينا شبون واحد يهدر كلمة الحق، سطاد شباب، سطاد شباب ما عندك ما تهدر. احسن افتتاح دار فيك يا افريقيا هو الافتتاح ديال اليوم اللي دار في الرباط في المغرب. احسن افتتاح ديال كاس افريقيا دار هو ديال اليوم. ما ينوضش شي واحد شي مغيار ولا شي محساد تيخور يقول لك لا تنظيم زيرو لا ما عرفوش اجا خو دير لينا انت، اجا خو نعطوك الفلوس ونضم لينا انت. الافتتاح الله يبارك، الله يبارك، هذه هي الله يبارك، وان شاء الله نشوفوا اختتام تاني مليح. وسحب الفتنه علم طلال الجيري ها ولا مور الكاس، ما تقولوش ما دارولناش علام وكشي. والله خوتي لهاد كاس افريقيا ولا خلعنا قسما بالله بعد افتتاح الخيالي اللي قدمته المغرب ورفعت راسنا بالتنظيم اللي في المستوى، بالتيران اللي في المستوى، بالاضواء اللي في المستوى، بالجمهور اللي في المستوى، كلشي كان في المستوى. في يوم افتتاح كأس افريقيا المغرب يبهر العالم ببنى تحتية عالمية استعدادا لأكبر حدثين كرويين. المغرب يكشف عن جاهزية ملاعبه وبنيته التحتية لاستضافة كأس افريقيا 2025 وكأحد محاور تنظيم كأس العالم 2030، ويفوز بإشادة الصحف العالمية. المغرب يستعد لاحتضان بطولة كأس الأفريقية 2025 وسط إشادة واسعة من مؤسسات إعلامية ورياضية دولية. وكي جاكم أميرنا ما شاء الله تبارك الرحمن، حضور وازن، هيبة، شخصية، طريقة باش كيسلم. الله يحفظه لنا، الله يخليه لنا حتى تنشوفوه تاج فوق راسنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحفظ بلادنا، الله يحفظ بلادنا، الله يحفظ بلادنا. براهيم دياز نجم ريال مدريد، سفيان مرابط، المنتخب المغربي يحتكم على الثلة من النجوم في أكبر الدوريات. هاد الأيام اللي عندنا الزوار كثر من دول صديقة ودول اللي ما كتبغيش لنا الخير، وكيشوفوا المعالم وكيشوفوا الدنيا كيفاش طلعات والتيرانات، وما كيقولوش تبارك الله، تيقولوا غير ناري 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 ناري. واش هذا المغرب؟ المغرب مغرب، خمسة وخميس في عينيكم، واللي ما قالش تبارك الله وما صلاش على النبي ما يلعبش معانا. حفل افتتاح عالمي عالمي عالمي. السي الهربة ديال الهربة. شايفين كمية الأمطار اللي نازلة بقالها أكتر من ساعات على الملعب من العصر، والأمطار شغالة ما وقفتش، ومع ذلك أرضية الملعب ما فيش فيها نقطة مية راكنة أو واقفة على أرض الملعب. الصرف بتاع الملعب على أفضل ما يكون، ممتاز قوي، ممتاز قوي ان احنا نشوف الملاعب دي موجوده في القاره الافريقيه وفي دوله عربيه اسمها المغرب. ده مش سانتياغو برنابيو ولا كامبينو ولا ذكاء اصطناعي، ده حقيقه، ده ملعب مولاي الامير عبد الله يا برنس في المغرب. ايه ده العظمه دي يا جماعه؟ ايه ده يا جماعه الملعب ده؟ بص فتحه السقف عامله ازاي، ايه بتجيب شمس وحلوه، بص النجيله، ايه ده؟ تحفه فنيه على الاراضي المغربيه. هي بدات هكذا بالبينالتي هذه تاع دياز، موراها ما الفردي داروا، لو كان ماركاها كان راح يتبدل الماتش، بصح واش نورا عطاوها
قعدوا يحصلوا روحهم. دي ضربة جزاء سفيان رحيمي، ضربة جزاء المغرب الضائعة ضد جزر القمر في المباراة الافتتاحية افريقيا. بمجرد احتسابها ظن الجميع انها الهدف الاول للمغرب، لكن حارس مرمى جزر القمر يتصدى لها بمنتهى الشجاعة. المغرب كانت مسيطرة ومستحوذة قبلها وتسجيل الهدف مجرد وقت. هذيك ماشي كاع بيناتي راطيها بيناتنا، هذيك ماشي كاع بيناتي راطيها. كيفاش كوب دافريك في بلادك قدام لي سيبورتور ديالك وتجي تراطي بيناتي كيما هذيك؟ كابتن وليد الركراكي مش عارف مش لاقي حل. كل مفاتيح الخطوره ان كان أناحي او ابراهيم دياز او سفيان رحيمي اللي ضيع ضربه جزاء بمنتهى الرعونه، مفيش تمركزات صح جدا، الكرات العرضيه لعيبه جزر القمر واقفه صح جدا. وعلى بروبير ما تصح فينا ما كاين لا حلول لا توزع والو، لا تنوع في الهزمات لا والو، باغي يدخل لهم من العمق من الوسط بالزز. يلا يا ولاد، يلا السبوعه، يلا الرجال الابطال، يلا فيقوا توقدوا معنا. يلا اللي عطى الله عطاه. بريمير ميطون مشات، البكامون ميت خساره، نساء ليا 45 دقيقه الاولى. دوزيام ميطون ان شاء الله مربوحه. الركراكي داكشي اللي امرتي به راه واجب في التيران. الجمهور الحمد لله راه ما سكتش. كثيرة جدا، هذه كرة مغربية والهدف الأول 1-0. دياز إبراهيم الملكي يمتلك جمهور المغرب في هذه اللحظات. جول اوهو نجم مدريد ابراهيم دياز. ايوه بقى اول جول في البطوله. الكرة تمشي والمنتخب المغربي يحاول والهدف الثاني. Kelkabi qui repart avec la récupération de la part de Salah Eddine, le centre, la retournée de Kelkabi. لا اله الا الله، ايش قاعد يصير؟ انا ماني داري، احد يفهمني يا جماعه الخير. شو اعطاه باص قال له اسمع انا بدخل بس منطقه الجزاء واعطيني اوفر بس، ما عليه ادبرها، هاي دبرها دبل ما يصير الا في ثاني. ما شاء الله تبارك الله، مسك راسه واللي هناك جالس يسوي زي كذا. مصيبه ذا، مو هدف ما شاء الله تبارك الله. كيف سويتها؟ لا الحقونا بجد، الحقونا. ايوب الكعبي بيسجل هدف. استناني كده، بص ايه ده بجد. رجاله المغرب خلاص بقوا متاكدين ان احنا اخدين على المتعه دي كل يومين، فبقوش بيحرمونا من الاهداف الحلوه مثلا. ايه ده يا راجل، ايه ده يا مجنون. احسن لقطه في الماتش هي هذه فاش ماركا ايوب الكعبي هذيك الضربه المقاسيه وكل شيء على الرياكسيون ديال مولاي الحسن. عرفتي عجباتو بزاف. ابعد هذيك احسن هدف في كاس افريقيا في المغرب حيدنا علينا دابا ماركا الكعبي في المباراه الافتتاحيه. دابا كيفاش بغيتي تكون ما تتشجعش المنتخب الوطني وانت تشوف بحال هذا الفيديو؟ الامير مولاي الحسن بعد تسجيل المنتخب الوطني الهدف عرفتي فرح واحد الفرحه اكثر من الجمهور. مش ممكن يا ابن اللعيبه ايوب الكعبي صلاح الدين الاسيست ده مش طبيعي يا جماعه والله. ممكن حد يوصف لي هدف ايوب الكعبي يشرح لي روعته؟ انا عن نفسي ما اقدر اتكلم صراحه، ما اروع من هدف ايوب الكعبي الا حفل الافتتاح. ايوب الكعبي الحقيقه الراجل يعني سجل واحد من اجمل الاهداف اللي ممكن تكون اتفرجت عليها، باكورد من وضعيه عجيبه. الراجل تحس ان هو اصلا ما لحقش ان هو يظبط نفسه، لكن ايوب الكعبي يا جماعه مهاجم كبير. الحمد لله ما لعبنا مع المغرب بالمنتخب الاول. شو هذا الهدف وشو هذا ابراهيم دياز وشو هذا المغرب، والله رعب يا عالم يا ناس. منيح لعبنا معاهم بالفريق الثالث يا حبيبي. الحمد لله الاردن ما لعبت مع الفريق الاول المغرب. مرعبين صراحه والله. لوحة فنية، أجمل هدف في البطولة من دابا، الهدف اللي سجله أيوب الكعبي من بعد مرور 9 ديال الدقائق فقط على الدخول ديالو إلى أرضية الميدان كبديله. شو ما كاين اللي تقول لي قعدت راك تقرب منهم قرومو خوتي. شو لاكسيون تاع البيت؟ شكون ماركا؟ شكون في ميزكم؟ الكعبي عندي تريكو ماركا ابل على الوجه 4 لوزة وجابها ابعد جزء القمر صح 3 بوان. شوط تاني عالمي ده جون هيكون واحد من احلى واجمل الاهداف اللي اتسجلت في البطوله. الله اكبر، اسيست عالمي وفينش ولا احلى ولا اروع. انا عن نفسي
بعشق الاجوان دي. الكعبي عصام الشوالي كان قلبه حاسس ان الكعبي كده كده نازل يسجل، وانا لما شفت لعيبه جزر القمر بدات تستهتر شويه بلعيبه المغرب الصراحه كنت عارفه ان الكره هتتقطع منهم وهتتسجل جون، بس ما توقعتش انها تتسجل بالحلاوه دي. يا عفو الله يا عفو الله يا عفو الله يا عفو الله، شو هيدا يا جماعه؟ شو هيدا يا مغرب؟ شو هيدا اهل المغرب؟ شو هيدا يا جماعه؟ شو الهدف؟ هدف بلاي ستيشن، هدف مش اي هدف بلاي ستيشن. سيب المباراة كلها وهدف الكعب ده بالنسبة لي يا لهوي يا جماعة مش ممكن. منتخب المغرب مع السكتاوي في كأس العرب في نهائي، وسام ادالك واحدة بوشكاش في النهائي، ودلوقتي أيوب الكعبي بيديلك واحدة بوشكاش برضه في بداية وافتتاحية كأس الأمم الأفريقية. حيد عليا اجمع اوطوي بسم الله افتح الرزاق المول في كل رزاق. اش قلت لكم؟ دوزياميطو مربوحة ان شاء الله. ربي كبير، ربي ما حشمناش. برافو الرجال، برافو السبوعة، برافو الأبطال. شتي أنا دابا ما كتهمنيش انا الفورجا والمتعه والتيكي تاكا وهي وها 3 بوان. المغرب الشوط الثاني شكل ثاني، سيبك من اي حاجه. ايه يا ايوب الكعبي ده؟ ايه يا ايوب يا كعبي اللي انت عملته ده؟ ايه الجول اللي انت سجلته ده؟ هدف ياخد بوشكاش، هدف هو افضل هدف في البطوله من قبل ما تبدا اهو، اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. احنا لسه في اول مباراه عرفنا احسن جون في البطوله ايه، لان اي جوال هتيجي في البطوله مش هتكون زي هدف ايوب الكعبي والدبل كيك على اعلى مستوى. خويا بونو بلا ما ترجع الشوط الثاني والله لا يسمح لينا عذبناك في هذا الماتش وجبناك معنا وكتصب عليك تما الشتاء باطل. هادو كيدافعوا ب 11 لاعب. نهار نحتاجوك اخويا بونو انصونيو عليك وتجي والله. جينا الماما افريكا 11 لاعب كلشي في الدفاع. غربة خسروا شويه، ما تخسروش انتوما، ركبتوا القنطه. لا 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 لا، المباراة في حتة وهدف أيوب الكعبي في حتة تانية خالص. أيوب الكعبي نزل من على الدكة عشان يسجل أجمل هدف في البطولة. قال لك أنا لسه هستنى ل 18 يناير عشان يعلنوا عن أجمل هدف. أيوب الكعبي النهاردة حرق لنا الفيلم. هدف جميل بيسجله أيوب الكعبي. اليوم لعبة المغرب وجزر القمر كاس أفريقيا. طيب جزر القمر يا أخي يعني ما لقيتم الا المغرب، ايش هالحظ اللي عندكم يا اخي؟ جماعه معلم شكله من اول مباراه راح يطلعون من الدوري خالص. ايه المغرب ده يا عم؟ وايه دياس ده يا عم؟ وايه مزراوي ده يا عم؟ ايه الافتتاح ده يا عم؟ ايه الكعب ده يا عم؟ ايه الكعب ده؟ ايه الجون ده؟ عرفتوا بنقول ليه المغرب من اقوى فرق البطوله ان لم يكن هو اقواهم؟ عرفتوا بنقول ليه هو المرشح رقم 1 في البطوله؟ لعيبه اساسيه ولاعيبه دكه، كل امكانيات الكره عندهم. برافو الريزان، الماتش الاول في البطوله كيتربح. دوزيام ميطا كنا مزيانين، دوزيام ميطا كونديسيون فيزيك ديال جزر القمر ماتوا، ضغطنا عليهم، خدينا لابال في الميليو، استحوذنا عليهم، ماركينا، خلقنا فرص. موالف هو بالمناسبه الكعبي موالف مثل هذه الاهداف، فمبروك علينا، مبروك علينا الافتتاح، مبروك علينا الملعب، ومبروك علينا بطبيعه الحال، وكل شيء بذكاء اصطناعي كل شيء بذكاء اصطناعي، ومبروك علينا بطبيعه الحال الفوز بالنتيجه وبالاداء، بالرغم كيف ما قلت انه الشوط الاول داز عندنا في ظروف صعبه وحد موفق في باقي المقابلات. خي وليد زير معنا شويه الله يرحمك، نقصنا شويه من الاعصاب الله يرضي عليك. شاركنا بتعليقك عبر مساحه التعليقات. اذا كان لديك اي اقتراحات لا تتردد ابدا في تقديمها لنا، ودعمنا بمشاركه الفيديو والاشتراك في القناه حتى يصلك كل جديد.